هو أخ يمني يقول إني أشتغل في السعودية ورزقني الله ولدين اثنين بعملية قيصرية، ثم حملت زوجتي الحمل الثالث. يقول أخوها يتابع حالتها معها، يوديها للمستشفى وكذا. لما قربت الولادة كل مستشفى يروحون له يشوفون تقاريرها يرفضون دخولها عندهم لأن حالتها وصحتها ضعيفة. يقول حتى وافق مستشفى بشق الأنفس. يقول وأنا في السعودية دخلت المستشفى ووصلت أنا بالليل. يقول حصلت الولادة اليوم الثاني وأكلم الطبيب أو الطبيبة قالت لي رزقت بولد وولدك في العناية المركزة، والأم أيضا في العناية المركزة، ولمحت لي أنك استعوذ الله. يقول فأصابني من الهم الله به عليم. يقول أنا مرهق من السفر ولا قد أكلت لي يمكن يوم كامل، حتى جاء الظهر وحسيت بحر الجوع. دخلت أحد المطاعم، يقول وأنا واقف جنب المطعم ورا ذلي أقبل علي من بعيد رجل باين عليه الضعف والمسكنة. يقول جاء وسلم علي قال يا أخي أنا أسكن في قرية وكنت موعد لي مقاول يبي يشغلني معه، وأنا رجال فقير وأبو عيال، وجيت من القرية أدور صاحبي قالوا لي مسافر، وأنا يا ولدي لي يوم ما أكلت ولا عندي شيء أرجع لعيالي، فإن قدرت تفرج لي الله يفرج كربك في الدنيا والآخرة. يقول قلت أبشر أبشر. يقول وطلع مقسوم الله وأعطيه حطها بيده، رايح مقفي وهو يصيح ويدينه مرفوعة. يقول وارجع للمطعم. يقول وانا راجع للمطعم ومخلصين اكلي وحاطينه على الطاوله وعاتب على نفسي، اعطيته حق الرجوع واعطيته حق الاكل ولا اعطيته حق انه يشتري لعياله شيء وهو راجع. يقول طلعت من المطعم ادوره ما لقيته. يقول رجعت للمستشفى على الساعه 2 وانا ادخل المستشفى وتنطحني الممرضه، قالت انت وينك؟ قلت وشو؟ قالت خذ ولدك. يقول قالت خذ ولدك، قلت ميت. قلت مات؟ قالت لا ابشرك صحى. اي والله العظيم يا جماعه سبحان محيي العظام وهي رميم، خذه. وانا ما ادري اصيح ولا اضحك ولا. يقول وتعدى شوي ورا الدكتوره قالت ترى بشرك توني طالعت من زوجتك عملياتها الحيويه وعلاماتها الحيويه طيبه ما شاء الله لا قوه الا بالله، هذا بركه من الله. يقول وانا بس اتذكر ذاك الرجل واتذكر كلمته يا ولدي فرج الله كربك في الدنيا والاخره، داووا مرضاكم بالصدقه وان الصدقه لا تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. هو أخ يمني يقول إني أشتغل في السعودية ورزقني الله